يقول إنك عشان تنجح في اليوتيوب لازم تستمر وتسوي مونتاج احترافي، والأهم الصوت. أهم شيء الصوت، لكن هل هذا الكلام صح؟ خلونا نكون واقعيين. إيش فايدة فيديو مونتاج احترافي وصوت مسجل بمايك بسعر كلية إذا ما حد دخل يشوف الفيديو؟ من وجهة نظري العامل الأساسي لنجاح المقطع هو الثمنيل. ما أقول إن الصوت والمونتاج والاستمرارية شيء مو مهم، بس ما حدا رح يدخل المقطع قد الصورة مصغرة ما تشجع الواحد يدخل المقطع. فعشان كده اليوم رح نتعلم كيف تسوي ثمنيل ماينكرافت احترافي. فخلونا نبدأ. عشان تسوي ثمنيل راح ينقسم الموضوع لمرحلتين: واحد كيف تجيب المحتوى اللي راح تعدل عليه سواء من خلفيات وشخصيات ومؤثرات وخطوط وزي كده، واثنين كيف تعدل عليه وتدمجه مع بعض وتخليه احترافي. طيب الخطوة الأولى كيف تجيب الخلفيات، أظن الأغلب يعرف تقدر تلتقطه بنفسك من ماينكرافت سواء كان عناصر المقطع الأساسية، بيت أو بنايات أو فكرة. كمان يمديك تجيب من جوجل أو بنترست. كيف تجيب سكنك في ماينكرافت؟ في 3 طرق عشان تجيب سكنك في ماينكرافت. واحد الطريقة البدائية انك تجيب خلفية خضراء ورا سكنك في ماينكرافت وتصور الوضعية وتشيلها بالفوتوشوب. اثنين، في موقع حسب لكم تحت في الديسكريبشن تقدر تاخد فيه سكنك وتعدل عليه الوضعيات وزي كده. وثلاث الطريقة اللي انا في الغالب استخدمها في مقاطعي في مود تستخدمه، يعطيك ام بي سي وتقدر تعدل على وضعياته جوا ماينكرافت، وتقدر تلتقط صورة تعطيك صورة بجودة مرة عالية. والمؤثرات والخطوط راح اسيب لكم تحت في الديسكريبشن ملف فيه له اغلب الخطوط اللي يستخدموها اليوتيوبر، ومؤثرات كثيرة مرة راح تفيدكم في الثمنيل. طيب والآن ننتقل لمرحلة الفوتوشوب. الأغلب ما عندهم فلوس إنهم يشتروا برنامج الفوتوشوب الأصلي، أو جهازهم أضعف من إنه يشغل الفوتوشوب. هذا البرنامج فوتوبي مجاني وعلى المتصفح، يعني ما يشتغل على جهازك. يعني لو جهازك ضعيف عادي تقدر تشتغل فيه مو زي الفوتوشوب. حاليا بيسوي ثمنيل مثل هذا، تتبع الخطوات، والخطوات فيها أساسيات مرة كثيرة. تقدر تسوي بعدين أي ثمنيل يجي في بالك إذا شفت الخطوات. أول شيء تضغط هنا نيو بروجكت، وتختار هنا هذه الاعدادات الجاهزة حق يوتيوب ثمنيل، وتضغط كرييت. ثانيا تضيف الخلفية اللي انت سويتها او تبغاها للفيديو. انا حختار هذه الخلفية. ومن ملفات ماينكرافت حتلاقي الشخصية اللي انت حفظتها بالمود، او طريق او اي طريقة انت استخدمتها. هل استخدمت الطريقة البدائية او استخدمت البرنامج؟ انا استخدمت طريقة المود. طيب والان الخطوة الاغلب الناس يغلطوا فيها اللي هو الكلام. هو الموضوع مرة سهل، بس الناس مرة معقدين. تيجي تضغط حرف تي في الكيبورد، أو تختار هنا أداة الكتابة، وتحدد حجم الكلام اللي تبغاه. وأنا أفضل أخلي اللون هنا أبيض. وتختار حجم الكلام، أنا هخليه هنا 200. وتكتب الكلام مثلا تبغاه صورة. و... وتختار الخط اللي تبغاه. أنا هستخدم هذا الخط اللي يحسب لكم تحت في الملف مع الخطوط. تضغط حرف في، او تروح لأداة السلكت، بعدين تعلق على الت من الكيبورد وتنسخ الكلام. ونسميه هنا مصغرة. تضغط كنترول من الكيبورد عشان تقدر تتحكم في الصور بدون لايرات. الآن تضغط كنترول من الكيبورد وتحدد تسوي سيلكت على الاثنين مع بعض، وتضغط كنترول جي عشان تحط الاثنين في فولدر واحد. طيب والآن لما نحط تفاصيل في الكلام، تضغط على مثلا كلمة صورة، كليك يمين، تضغط هنا، وتقدر تاخد نفس الاعدادات حقتها، وتقدر تخبص وتجيب شيء مره حلو. انا احب هنا احط هنا ستوك، واحب اخذ هذا عشان يعطي له شعور 3 دي للكلام. واحط هذا دروب شادو. نسوي نفس الاعدادات في كلمه صوره. نجي هنا نحط نفس الاعدادات هذا ستوك. طيب وعشان نبغى نغير اللون، ما نبغاهم يكون نفس الشيء، ناخذ هذا الخيار عشان ناخذ لون. تقدر تختار اي لون تبغاه. انا بخليه اصفر هنا. ونحط نفس الشيء دروب شادو. كذا الكلام يكون ناقصه شيء واحد وهو الإضاءة، وأنا حسيب لكم الإضاءة موجود تحت في الملف الموجود تحت. زي هذه الإضاءة مثلا أحطها هنا. طيب نحط الإضاءة هذه هنا، ونضغط كنترول تي عشان نقدر نتحكم بحجم الإضاءة. مثلا نبغاها كذا. يا سلام، خلاص كذا انتهينا من فولدر الكلام، ونضغط كنترول تي نقدر نكبره. زي كده تمام. طيب الآن شخصيتنا تكون كده باهتة ألوانها. عشان نعدل في ألوان الشخصية، نحدد هنا على الشخصية ونضغط كنترول ال، تفتح لنا هذه القائمة. نقدر نرفع الإضاءة مثلا، ونقلل ونرفع التشبع كده. تشبع الألوان، زيد الإضاءة. وأقدر
فاللون الأحمر واللون الأزرق حبتين. شوف بعد تعديل الألوان كذا صارت الشخصية مرة حلوة متناسقة. طيب مثلا بضيف هذه الأسهم تعطي واقعية أكبر للصورة. حطها هنا. بس في حركة مرة حلوة أقدر أسويها، اللي هو أقدر أسوي إضاءة على الشخصية حقتي مثلا. أجي أسوي هنا لاير جديد يكون فوق الشخصية حقتي، تضغط عليه كليك يمين وتضغط هذا الخيار. بعدين تجي هذه الأداة حق سحب اللون، تختار نفس اللون الأخضر هذا. بعدين تجي هنا القلم وتخلي هنا القلم خفيف، وترفع الحجم مرة، تخليه هنا خفيف القلم مرة زي كده. تقدر تسوي طيب بس لا، لازم تقلل الشفافية حقته. أنا أحب دائما أخليها على 64 شفافية وزي كده. تقدر تسوي إضاءة شوف كده مرة يعطي واقعية. ونقدر نسوي نفس الشيء على الكلام. مثلا نجي هنا لاير، خليه فوق الفولدر، خليه ماسك. بس الإضاءة خليها برا الفولدر، والماسك خليه تحت الفولدر. نسوي زي كده. شوف كده مرة يعطي حياة للصورة. كده تقريبا نكون انتهينا من الصورة، بس باقي لنا آخر شيء، اللمسة النهائية اللي مرة تعطي جودة في الصورة، مرة حتفرق في جودتها. لازم تحدد هنا على على كل حاجة. حدد على كل شيء هنا في الصورة. طيب تضغط كليك يمين، تختار هذا الخيار. كده جمعهم كلهم في قالب واحد. والآن قبل ما نصدر الصورة لازم نعدل في ألوان الصورة. تضغط هنا كنترول ال، ونسوي نفس الشيء، نرفع اللون الأزرق في الصورة. نرفع، نعلي السطوعة، نزود التشبع شوية كده. خلينا حبتين. نرفع اللون الأزرق. وكده خلاص وصلنا للنتيجة النهائية للصورة. مرة الصورة كده تكون احترافية. تقدر تطبق هذه الإعدادات اللي أنت سويتها في أي فكرة أنت سويتها. وتقدر تستخدم خطوط مختلفة وألوان مختلفة، بس لكن طبق نفس الطريقة اللي أنا سويتها في التحديد على الكلام والإضاءة وتعديل الألوان النهائي. مرة حتطلع الصورة احترافية. وتضغط هنا وبيج ان وسيف. وكده خلاص تكون حفظت الصورة وخلاص.